بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نتكلم بخصوص الناشط الكويتي سلمان الخالدي الذي جاء من الكويت إلى العراق هاربا من الظلم والجور وقاصدا بلد الحضارة وبلد الرافدين وبالخصوص البصرة. وعند مجيئه إلى البصرة قامت الحكومة المحلية في البصرة بتسليمه إلى الحكومة الكويتية أو السفارة الكويتية، والمفروض من الحكومة المحلية في البصرة تقوم بحمايته وبكل الأمور الذي يريدها هذا الإنسان. والمفروض من الحكومة المحلية عندما تسلمه إلى الحكومة الكويتية تأخذ تعهد عليه بأن لا أحد يمسه بسوء ولا أحد يقوم بأي فعل مكروه ضده، ولكن سلموه بلا أي شرط ولا أي تعهد. فما نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.